أين الملوك؟ أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ أين الملوك؟ هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد، وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. وصار ما كان من ملك، وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف سنان. أين الملوك؟ أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ أين الملوك؟ أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده، وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أين ما حازه، أين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين شداد وأين أوس وأين قحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. إي والله، إي والله، حتى قضوا فكأن الأمر ما كان. أيها الأحبة الأكارم، إن الله يمهل للظالم، إن الله يمهل للظالم حتى إذا قبضه لم يفلت، حتى إذا قبضه لم يفلت. قد ترى وقد تقرأ الآيات التي تخبر عن نهاية الطغاة والظالمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يريك بعينيك. أحبتي، أيها الأكارم، أيها الأحباب، اعلموا أن القادم من أمتنا لا يحتاج دوابا تعلف، ولا يحتاج نعاجا تعلف. إن القادم من أمتنا يحتاج الرجال. قللوا لأبنائكم من الحلوى، وأكثروا لهم من الأنفال والإسراء. قللوا لأبنائكم الحلوى، وأكثروا لهم من التوبة والأنفال والإسراء. أخبروا أبناءكم أن المجد التليد قادم. أخبروا أبناءكم أنه سيرحل الطغاة بعد الطغاة، سيرحل المتجبرون بعد المتجبرون. ولكن الشعار الخالد: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. أين هم حتى يجيبون؟ لكن الله يجيب. لله الواحد القهار. جاء أحد وزراء بني العباس وقام باغتصاب مزرعة لامرأة عجوز، فجاءت هذه المرأة وقدمت شكواها إلى هذا الوزير طلبا منه أن يرد لها المزرعة، فرفض ذلك. فشفعت أحد وزراء بني العباس في ذلك، فأبى كذلك أن يرجع لها المزرعة، فوقفت أمامه وأمام جنوده وقالت: والله لأدعون عليك،
والله لأدعون عليك. كم اغتصبت من قبل ومن بعد، ليس مزارع الناس، ولكن اغتصب قوت يومهم، اغتصبت إرادتهم، اغتصبت إرادتهم على أن يكونوا في يوم من الأيام أحرارا كما خلقهم الله، اغتصبت إرادتهم على أن يكونوا أحرارا وليسوا عبيدا للملوك ولا عبيدا للحكام. كم اغتصب من قبل ومن بعد أحلام الشباب، كم اغتصب من قبل ومن بعد أحلام رجال وكبار لا يجدون لأطفالهم ولا لأولادهم قوت يومهم أو قوت أيامهم. كم اغتصبت الأحلام، كم اغتصب المال العام، كم اغتصبت مقدرات الشعوب. والله لأدعون عليك. دعوة هذه العجوز هي دعوة المظلومين التي تسري في الليالي البهيمة إلى الله، سهام الليل التي لا تخطئ، سهام الليل لا تخطئ. قالت والله لأدعون عليك، فاستهزأ بها قائلا عليك بالثلث الأخير. فسمعت المرأة هذا الكلام وذهبت وأخذت من الليل شهرا وهي تدعو على هذا الوزير، وإذا بسهام الليل تبلغ آجالها، وإذا بليل بهيم ينكب الله هذا الوزير على يد الخليفة فيقطع يديه ويرميه في البيت أسبوعا، ثم بعد الأسبوع قطع رأسه ثم صلبه وهو مصلوب، كما يصلب الطغاة، كما يصلب المتجبرون في كل زمان وفي كل مكان. وهذه نهاية الطغاة كما ترى. وقفت أمامه وهو مصلوب فقالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف بالقضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الله هو المنتقم ولو دارت الأيام، الله هو الجبار ولو طالت الأيام، الله هو القهار ولو عظمت المصائب، الله هو القهار